ازيكم؟ دنيا بتشتي طبعا كالعاده. انا النهارده خدت قرار مجنون شويه، او مش النهارده، انا واخد القرار بقالي فتره. يعني احنا النهارده هنروح دبي نشوف الدنيا فيها ايه، نكتشف العالم مع بعض. كمان في ناس ممكن تفكر ان انا جيت انجلترا عشان خاطر العلم والطب والمستقبل والكلام ده. لا خالص، بالعكس. Absolutely. انا اسبابي اتفه من كده بكتير. انا جيت انجلترا عشان مش عايز اقضي حياتي كلها في مكان واحد. يعني تخيل معايا مثلا تعيش حياتك كلها في المنصوره، تخيلت؟ فكره مرعبه جدا. فتعالوا بينا مع بعض بقى ايه، نروح دبي نشوف ايه الدنيا، يعني ايه الحياه بقى، الدنيا دي بتقول ايه. انا عامل خطه 6 ايام فرق، احنا هنلف دبي كعب داير لغايه ما رجلنا تورم. توكلنا على الله، يلا بينا نخرج بقى من الشتاء والهم اللي احنا عايشين فيه هنا ده. وصلنا المطار وعدينا التشيك ان الحمد لله. من الحاجات الجميله هنا ان المطار عامل زي ما يكون مول. يعني انتوا بصوا، في هنا ريبان مثلا، نظارات، وبعديها شنط، بعدين في هدوم. يعني بيستغلوا المساحات، وعارفين ان الناس جايه هنا هيشتروا حاجات، مثلا اللي مسافر راجع بلده، اللي عايز يجيب سوفينيرز. يعني حتى في هنا موبايلات الناحيه الثانيه هنا، حد عايز يشتري موبايل عادي جدا ممكن يشتري من المطار، وسوفينيرز قدام شويه. فاحنا هنتوكل على الله نروح على الجيت. اشوفكم في دبي. قاعدين مستنيين الطياره. المطار ما شاء الله يعني مليان ديزاينر براندز، فده شيء لطيف. الناس اللي عايز يشتري هدايا وبتاع ملناش دعوه، احنا يعني كلها حاجات نشتريها في الجنه ان شاء الله. قاعدين دلوقتي منتظرين الطياره بتاعتنا وهنطلع على دبي. من الحلول الرائعه للتوفير في الكوبايات البلاستيك والورق عامة، يعني ان الواحد يشرب دايركت ومن غير بقى ما تحتاج انك ايه تتقرف، لان هي صنبور من الميه بيطلع لفوق، فاللي هو انت كده كده ايه مش هتشرب مكان حد يعني. والشمس طالعه، ودي يعني من الحاجات النادره اللي بتحصل هنا في انجلترا. واكشولي الجيت اللي انا فيها جيت فاضيه خالص، مفيش حد حواليا يعني. بصوا، يلا بينا نطلع الطياره. حبيبي come to Dubai. Dubai. صباح الخير من دبي. حجزت انا اوتيل في الداون تاون هنا. تعالوا اوريكم على الاوضه. عشان ايه؟ ملعون ابو الجنيه اللي ما ينزهش صاحبه، واخد لي بالك انت؟ وهو اصل البني ادم هيعيش كام مره؟ ده عامه مبدا انا عايش بيه، يعني هو مبدا هيوديني في داهيه، بس ما علينا. تعالوا اوريكم الاوضه. ده حضرتك التويليت هنا اهو. اتفضلوا معانا، انتوا مش غرب يعني، اتفضلوا معانا. الحوض، وفي شويه حاجات هنا كده مش عارف، بادي لوشن، بادي سبلاش، ما علينا، حاجات انا ما بفهمش فيها يعني. والله كتر خيرهم مضيفيننا هنا وعاملين لنا شاي وقهوه وازايز ميه وكوبايات. في حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا يعني استوقفتني، ان في كوبايات في الحمام. معرفش هم ليه حاطين لنا كوبايات في الحمام. هل في حد بيدخل الحمام عشان يشرب وهو مثلا بيستحمى؟ مش عارف. الاوضه كويسه. انا حاجز في اوتيل اسمه ميلينيوم سنترال دبي داون تاون. ميلينيوم سنترال دبي. طبعا مفيش برومو كود ولا اي حاجه خالص، يعني انا بني ادم ملوش وجود في الوجود بالنسبه لهم. لكن الاوتيل لطيف واسعاره كويسه وقريب جدا من برج خليفه. تعالوا معايا كده اوريكم على السنتر، سيتي سنتر هناك اهو. ويعني هو برج خليفه مش باين في مدد الشوف، لكن هو موجود يعني. هنروح له دلوقتي. بعد ما وريتكم الاوضه بقى، تعالوا اقول لكم يعني اول انطباعاتي عن دبي، عشان صراحه يعني في حاجات كتير حابب ان انا اتكلم عنها. بس خلينا نحط الكاميرا على الارض ونقعد مع بعضينا بقى كده، عشان ايه
نشوف في ايه اللي بيحصل فينا ده. اول انطباع ليا صراحه ان انا حاسس ان انا دخلت يوتوبيا، يعني فاهم العمارات دي تحس انك دخلت مكان من المستقبل. يعني انا خايف اطلع ابص من الشباك كده الاقي في عربيه طايره معديه من هنا، وده عامه شيء مريب، لكنه المدينه تحفه صراحه يعني. لكن الانطباع الاولاني اللي بجد خلينا اتكلم معاكم بصراحه يعني هو التاشيره. تاشيره الامارات دي من اكتر التجارب السلسه، يعني اللي فيها سموزنس كده، يعني كراستي من بره وكريمي من جوه صراحه. يعني التاشيره كلها ان توتال خدت وقت حوالي اقل من 48 ساعه، ودي من الحاجات اللي شجعتني ان انا اجي الامارات اصلا، ان التاشيره التقديم عليها اونلاين. يعني انا من زمان نفسي اروح اماكن كتير في اوروبا، لكن الحاجه اللي ما كنتش عارف ابلعها واقفه لي في زوري ان الطاقه يا دوب، وهم عايزيني اروح سفاره اقدم ورق وحوار واستنى الرد، ويعني وليله كبيره كده. الامارات حلت لي المشكله دي بكل شياكه، قالوا لي اقعد يا حبيب اخوك على سريرك في اوضه نومك وقدم اونلاين، يعني انت مش غريب. وقد كان قدمت انا من على موقع طيران الاتحاد، والتاشيره الابلكيشن كلها خدت حوالي نص ساعه ان انا املاها، وتكلفه التاشيره او الابلكيشن كانت $105. ومما وجب ذكره صراحه يعني في تجربه التقديم على التاشيره دي، ان انا كنت بقدم على التاشيره تقريبا الساعه 11 الصبح، لقيت باعتين لي ايميل الساعه 11 بالليل في انجلترا. 11 بالليل في انجلترا دي يعني تقريبا الساعه 1 بالليل هنا في الامارات، اللي هو مين شغال الساعه 1 بالليل بيرد على طلبات التاشيره؟ فانا خرجت باستنتاج صغير كده يعني، وما عنديش اي اثبات بيه، بس هو جدعنه من عندي كده، ان تقريبا في فريق عمل شغال في الامارات على بروسيسنج طلبات التاشيره 24 ساعه، لان هم فعلا ردوا عليا الساعه 11 بالليل او 12 بالليل في دبي. وتاني يوم الصبح ردوا عليا ان الفيزا اتقبلت، والف الف مبروك يا حبيب اخوك، تنورنا وتيجي تتبسط عندنا ان شاء الله في دبي. فتجربه اديها 10 من 10 ونجمه الصراحه يعني، واحب ان انا اكررها تاني باذن الله قريب. تعالوا بينا بقى ايه ننزل ناخد لفه كده واقول لكم بقيه انطباعاتي عن اول يوم في دبي. يلا بينا. ايه الحر ده يا جماعه؟ اقسم بالله انا من ساعه ما جيت وانا حاسس ان انا دخلت الاير فراير. يعني انا كنت قاعد في بيتنا وبعدين حد خدني حطني جوه الاير فراير. وبعدين عندي ملاحظه بسيطه، عشان انتوا عارفيني شديد الملاحظه طبعا. خدت بالي ان كل المباني هنا، يعني انتوا بصوا حواليكم كده هتلاقوا كل المباني ما شاء الله المطور العقاري الوحيد في دبي هو اعمار. يعني ما شاء الله كل المباني اللي في الداون تاون مكتوب عليها اعمار، الواحه كلها ما فيهاش غير اعمار. مش فاهم يعني، فيا ريت لو حد يفسر لي ليه ما فيش غير اعمار في الداون تاون بتاع دبي. اول اكتيفيتي هنعملها النهارده اننا هندخل مبنى اسمه سكاي فيو، مبنى زجاجي عالي جدا، ان نطلع فوق بقى نبص على بقيه المباني الزجاجيه الثانيه، اللي هو بس هنبص من فوق، يعني تختلف، بدل ما هنبقى بنبص عليهم من تحت هنطلع فوق بقى ونشوف الفيو من فوق بقى كلنا مع بعضينا. يعني اهم حاجه ده يعني حد يدخلني في مكان فيه تكييف يا ريت. طلعنا الدور ال60 في برج أدرس سكاي فيو. من أكتر الحاجات المرعبة اللي عملتها في حياتي، بيربطوك في هارنس ماسكة في سير من الحديد في السقف ويخلوك تمشي على حرف المبنى في الدور ال60. أول ما طلعنا كنت خايف جدا أقرب من الحرف أو أميل حتى بجسمي لبره، أصل عمري مش بعزقة يعني، لغاية ما الانستراكتور خلاني أميل لبره واحدة واحدة. كانت تجربة رائعة ومخيفة جدا في نفس الوقت حقيقة يعني، لكن لو أنت من عشاق الأدرينالين أنصحك جدا إنك تعملها لو رحت دبي. تجربة مخيفة جدا. يا خرابي انا حاسس ان انا قلبي بيجري، بس يعني انصح بيها، يعني تجربة انصح بيها. انا عن نفسي مش هعملها تاني، بس انصح بيها. كفاية كده مرتفعات، يعني انا عايز انزل على الارض. يلا. خلصنا الإيدج ووك وطلعنا على كايت بيتش، واحد من الشواطئ المجانية اللي موجودة في دبي. برغم من إنه شاطئ مجاني لأن كل الخدمات كانت موجودة عليه، وكمان ما كانش زحمة قوي. في شواطئ تانية مدفوعة بتكون اكسكلوسيف أكتر ومعظمها موجود في بالم جوميرا، لكن صراحة أنا شايف إن كايت بيتش كان لطيف جدا. بعد كده اخدنا ليك كروز في الفاونتين شو اللي جنب برج خليفة، اللي هو يعني بالبلدي اخدنا مركب في البحيرة اللي جنب البرج عشان نتفرج عدم اللامؤاخذة يعني على النافورة الراقصة. وكانت تجربة جميلة جدا، وتقدروا تحجزوا التيكتس بتاعتها من الكاونتر جوه دبي مول، وافضل وقت تحجزوها فيه هو وقت الغروب.
الكروز بتطلع قبل الفاونتن شو بحوالي ربع ساعة وتلف بيكم في البيزنس باي وترجع تاني عند البرج قبل الشو ما يبدأ. اليوم اللي بعده طلعنا سفاري. بدأنا السفاري برحلة نص ساعة جوه صحراء الشارقة، رحلة بنتعرف فيها على تاريخ الإمارات وحياة الناس بره دبي في مكان على بعد 30 كيلو بس من دبي. بيوريك ازاي دبي اتحولت من مدينة في وسط الصحراء لواحدة من أكبر المدن السياحية في العالم. ركبنا البيتش باجي لمدة نص ساعة في الصحراء، لكن لو هتعملوها ما تنسوش تلبسوا نظارة شمس يا حبايب قلبي، وما تنسوش وانتوا هناك تتصوروا مع صقور الصيد. ولو هتركبوا العربيات الفور باي فور اللي بتطلع تخمس بلا داعي على الكثبان الرملية، يعني مش شايف ايه الغرض من اللي كنا بنعمله ده، بلاش تبقى واكل حاجة قبلها حبيب اخوك، يعني انا قلبي عليك. لو زنقت معاك وكلت هات معاك كيس بلاستيك وانت ونصيبك بقى. واخر نصيحة لوجه الله، لو ناوي تعمل ساند بوردنج يا ريت تعملها وانت قاعد، قصدي على الساند بوردنج يعني، عشان انا عملت فيها 7 رجالة في بعض وقلت هنزل وانا واقف وقعدوا ينفضوا فيا من الرمل بقيت اليوم. يعني انتهى بيا الحال انهم جابوا منفاخ من بتاع العربيات ده وقعدوا ينفضوني بالهواء، فيعني ايه عشان ما يحصلكش زي ما حصل للعبد لله. واخر اليوم ركبنا الجمال ورحنا القرية البدوية اللي اتعشينا فيها واتفرجنا على مجموعة من العروض قبل ما نرجع على دبي. تجربة السفاري كانت جميلة جدا وانا حجزتها من خلال ابلكيشن جيت يور جايد. ازيكم من تالت يوم في دبي. انا جه في دماغي سؤال راندم جدا دلوقتي، يعني هو ليه 800 متر؟ الناس يجي لها ضيق تنفس، يعني قد الله يكون في عون الناس اللي عايشه في الادوار اللي فوق. يعني انا تبذير اوفر صراحه، انا حاسس 800 متر ده كتير، يعني كان ممكن نكتفي عند 600 عادي جدا، يعني ما كانش حد هيقول لنا اللي ما عملوش برج 800 متر هم. لكن صراحه ما نقدرش ننكر ان البرج اصبح يعني معلم سياحي بارز، الناس كلها بتيجي عشان تتصور عند البرج، فهي يعني ده امتياز كبير، وطبعا اطول برج في العالم وكل حاجه يعني، فربنا يوفقهم، ربنا يوفقهم. ودي كانت باختصار رحلتنا لدبي، تجربة جديدة وبعيدة عن الطب ووجع الدماغ اللي احنا عايشين فيه هنا على القناة ده، وان شاء الله لو رحتوا دبي تتبسطوا هناك. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لو انتوا اول مرة تيجوا هنا، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.